الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا على الجمال ده. مين قال ان المسقعة عشان تطلع كده لازم تتغرق زيت وتعمل لك حموضة؟ انا عارف ان اول سؤال في بالك دلوقتي هو ازاي مسقعة بالجمال ده كله بدون آلي. مش هتكلم كتير، هسيب عينك هي اللي هتحكم. اسمعي مني الكلمتين دول، ودي تحدي رسمي. هتنسي طعم المسقعة المقلية بعد ما تجربي التكتيك الجديد ده، وداعا للزيت وداعا للدهون وداعا للوقت بالساعات قدام الطاسة. يلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا حلة هنحط فيها ربع كوباية زيت، وهنحط فيها معلقة توم مهروس، ونبتدي نحمر التوم لحد ما يحمر معانا التوم. السر كله في طريقة التسوية الرهيبة دي اللي بتخلي الباذنجان طري وزي ما يكون مقلي بالضبط، بس صحي 100%. ما تفكريش تقفلي الفيديو ده، لاني هقولك على سر صوص الطماطم اللي بيخلي طعمها في حتة تانية خالص. يلا بينا عشان نشوفها. هنحط بعد ما حمر كده معانا هنحط معلقة هريسة، الهريسة اللي احنا كنا عاملينها. لازم تحمري التومة، ما تخليهاش بيضة كده معاكي، ولازم تحمر معاكي بس ما تتحرقش. تحمريها كويس. وبعد كده بنجيب معلقة الهريسة ونحطها فيها. دي بتودي المسقعة في حتة تانية وبتخليها خطيرة وطعمها مش هقولك، يعني انت هتجربي وتدوقيها بنفسك. بعد كده بنحط لها مكعب مرق الدجاج، ونبتدي نقلب فيها لحد ما يدوب المكعب معانا كده، ونشوحه شوية. وبعد كده بنجيب عصير الطماطم بتاعنا ونحطه عليه. ونسيبه يغلي شوية كده. وبعد كده نحط أول حاجة البطاطس، نقلب شوية وبعدين نحط البطاطس بتاعتنا. نحط معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة فلفل ومعلقة بابريكا ومعلقة صغيرة ملح. دي التوابل بتاعتنا بس، كزبرة وفلفل اسود وكمون ومعلقة ملح. دي كل التوابل بتاعتنا ومعلقة بابريكا. بنقلبهم كده شوية، وبعد كده بنجيب البطاطس بتاعتنا ونحطها فيها لمدة دقيقتين بس، مش أكتر من كده. نحط معلقة البابريكا ونديها تقليبة شوية، وبعدين نحط البطاطس بتاعتنا. البطاطس بنقطعها صوابع مش دواير، والبدنجان بنقطعه مربعات مش دواير برضو. نحط الملح بتاعنا، يعني بنكمل التتبيلة بتاعتها عشان نحط البطاطس مرة واحدة. بنحط البطاطس زي ما انتم شايفين كده ونقلبها شوية بتاع دقيقتين، وبعد كده بنجيب البدنجان بتاعنا ونحط.
الريحة بتاعتها قلب الشقة، ريحة في منتهى الطعامة وفي منتهى الحلاوة. كده هنحط البدنجان بتاعنا. ايوه، هنحط البدنجان بعد ما احنا طبعا حطيناه في صفى المية بتاعته وشطفناه من الملح، وبنحطه في الحلة ونديله تقليبة شوية، وبعدين بنحط الفلفل بتاعنا. طبعا اللي بيحب فلفل بارد بيحطه، واللي بيحب فلفل سبايسي بيحطه. فأنا حاطط النوعين، حاطط قرن واحد سبايسي والباقي كله بارد، فعشان في ناس ما بتحبش بتكون الحامي، وإنما القرن ده بيديها شطشطة بسيطة كده، مش ما تبقاش حامية قوي. وخليها تغلي شوية كده، وبعد كده ناخدها نحطها في الطاجن. الله 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 الله، صلوا على حبيب النبي. ما تبخلوش عليا في التعليقات بالسلب أو بالإيجاب، وبالصلاة على النبي. يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات عشان نكسب حسنات. لو ما كسبناش مشاهدات نكسب حسنات بالصلاة على النبي. وما تبقوش بخيلين عليا بالصلاة على النبي في التعليقات. كده تمام، ابتدت تغلط. هناخدها بقى ونحطها في الطاجن بتاعنا، ونديها غلوة شوية في الطاجن، وبعد كده ندخلها على فرن حامية لحد ما تتحمر من فوق. كده اتحمرت معاه، ده مش حرقة مش محروقة، دي متحمرة، والصلصة بتاعتها موجودة فيها، وريحتها تجنن تجنن تجنن. هنصب دلوقتي في الاطباق، ومع طبق كشري اصفر، كشري اسكندراني، وبالهنا والشفا. يا سلام، سلم بعد ما شفته مسقعة طلعت جوسي ومستبكة كده ازاي بدون ولا نقطة قلي. شوف السر في صوص الطماطم والبدنجان كان فين. ايه رأيكم في التحدي ده؟ المسقعة دي هتريح معدتكم وهتوفر فلوسكم، وهتعملوها في وقت قياسي. اوعي تخرجي من الفيديو من غير ما تدوسي على اللايك الجميل، وتشاركي الوصفة دي مع كل اصحابك اللي بيعملوا دايت او بيخافوا من الدهون. لو كنت بتحب الاكلات الصحية اللي بتتصدم من طعمها، شوف الفيديو اللي هيظهر قدامك. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.